ولانه كذوب ومخادع وحلاف زور، ولانه هماز مشاء بنميم، الكلام كان كده وبقى كده. مصر البلد الغنية بمواردها وبشعبها، هذا بلد له احترام وله هيبته. مصر البلد الغنية بمواردها وبشعبها. محدش قالك انك انت فقير قوي، لا يا ريت حد يقول لكم ان احنا فقراء قوي، فقراء قوي. اسمع الكلام، اسمع الكلام، اسمع الكلام، اسمع الكلام. اسمع انت، قسما بالذي رفع السماء، مصر مش فقيرة، مصر مشفوطة. مصر وهبها ربنا اللي ما وهبهوش لحد غيرها، مكان وتاريخ وتراث. لما تكون من اقدم 3 دول في العالم لا يمكن تكون فقير. لما تكون واحدة من دولتين بس في العالم ما تغيرتش حدودهم على مر التاريخ، مصر والصين، مش ممكن تكون فقير. البلد اللي فيها 3500 كيلومتر بحر احمر وابيض مش ممكن تكون فقيرة. البلد اللي فيها 1550 كيلومتر من نهر النيل بفروعه عمرها ما تكون فقيرة. البلد اللي ربنا وهبها 11 بحيرة طبيعية مش ممكن تكون فقيرة. البلد اللي فيها أكبر بحيرة صناعية حجمها 1.4 مليون فدان مش ممكن تكون فقيرة. الدولة اللي ربنا وهبها ثروات محجرية تضعها في المرتبة الثالثة عالميا مش ممكن تكون فقيرة. البلد اللي ربنا كتب ان يكون فيها مسار العائلة المقدسة ويخرج منها ام العرب هاجر وام ابراهيم ماريا القبطية، ويعيش فيها انبياء زي سيدنا ادريس وابراهيم ابو الانبياء ويوسف ويعقوب وابنائه وموسى وهارون، مش ممكن تكون فقيرة. البلد اللي فيها تلت اثار العالم في مدينة واحدة بس اسمها الاقصر لا يمكن تكون فقيرة. البلد اللي ربنا حباها بخزائن الارض مش ممكن تكون فقيرة. البلد اللي ربنا رزقها بمكان بتعدي منه اكتر من تلت حاويات العالم لا يمكن تكون فقيرة. لما يكون نص سكانك من الشباب الفتي، بلد شابة، مش ممكن تزعم انك فقير. لما يكون عندك اكتر من 120 منجم ذهب واكبر كمية سلكة لتصنيع الكوارتز ورخام وجرانيت وفحم وفوسفات ومنجنيز وبوتاسيوم وقصدير ونحاس وكلك وياريت وجبس وكالين واكبر كمية رمال بيضة لصناعة الازاز، لما يبقى عندك كل ده ما تبقاش فقير. لما يكون عندك شواطئ رملية مذهلة وشعب مرجانية ساحرة ومحميات طبيعية نادرة، مش ممكن تكون فقير ولا تحسب على الفقراء. فقراء جدا اللي قالها دي اكبر دليل وادانة لواقع الحكم العسكري. احنا نبدو فقراء جدا في العقول، لان العقول والمفكرين لا بييأسوا، لا يتحبسوا، لا يتقتلوا، لا يهاجروا. نبدو فقراء جدا في الابداع، لان مصر تدار بفكر عسكري لا يمتلك اي مواهب عقلية من 6 عقود. نبدو فقراء في الموهوبين، لان العسكر بيعتمدوا على الولاء وليس الاكفاء. نبدو فقراء لان الحكم العسكري قبل تقزيم مصر واهدار مواردها وثرواتها مقابل معادلة يبقى بيها في الحكم يوافق عليه اسياده. نحن لسنا فقراء، نحن افقرنا ونهبنا وسحلنا وسجنا، وللكرامة اهدرنا وللعبودية احللنا. نحن هرمنا، وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. الله غالب، واشوفكم بعد الفاصل.